السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين. النهارده بقى جايلكم فيديو جديد ويوم جديد، وحشتوني قوي 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 قوي. منوريني ومشرفيني، وجودكم كالعادة على راسي من فوق. النهارده بقى انا بصوا يعني محتاسه اصلا ما يعلم بيها غير ربنا. ده اليوم اللي انا كنت عامله فيه السمك، الفيديو اللي نزل لكم امبارح. لقيت بعدها يعني وانا لسه كده كنت بشطب الاكل، لقيت جوزي بيتصل بيا بيقول لي ان هو جاي في السكه. وانا ما كنتش عارفه ان هو جاي يعني. هو كان المفروض يجي تاني يوم، وهو اتصل بيا قال لي ان هو جاي، وانتوا زي ما انا قايله لكم كده ان هو مش بياكل السمك خالص ولا يعني حتى بيطيق الريحه. فالمهم بقى ايه، جريت كده على التلاجة ادور بقى اشوف فيها ايه من الحاجات اللي هو بيحبها طبعا، يعني بقاله كذا يوم في الشغل وكده، فلازم ايه نعمل له اكله كده يعني تروق عليه. المهم ايه، لقيت بانيه في التلاجة، طلعته فكيته والله العظيم، مش في الميكرويف ولا في الفرن ولا اي حاجه، في ميه كده وسيبت عليه الحنفيه، فك على طول. بعدين بقى جريت بقى ايه، جبت بيضه كده، وحطيت عليها شويه لبن. يعني ربع كوبايه كده، مثلا بيضه واحده وربع كوبايه لبن، ده كان كيلو الا ربع بانيه تقريبا. وبشرت بصلايه، وحطيتها عليه، ملح وفلفل بقى، ولسه هنحط التوابل دلوقتي. معلقتين نشا او 3 معالق نشا، دول كانوا 3 معالق نشا حطيتهم عليه. بيتقلوا القوام، بيخلوا القشرة ما تفكش ويمسك وتمسك في اللحم نفسه يعني، ما تبقاش القشرة قبة وكده. هندوبهم بقى ببعض كده، اللي هو البانيه عفوا البيض واللبن والنشا. اهو بصوا، حطيت بقى التوابل، بهارات فراخ، توم باودر، بصل باودر. لو عندك 7 بهارات وحابة تحطي حطي، مش حابة عادي. ملح وفلفل، نص مكعب مرق برضو تقدري تستغني عنه، بس مفيش توابل، اي توابل تانية عشان ما نغيرش طعم الفراخ، يعني احنا عايزين نحس بالطعم برضو بتاع الفراخ. وبعدين انا كنت مستعجلة اصلا يعني ما كانش بقى ايه في وقت وكده. هتبلهم بقى، مش هسيبهم كتير في التتبيله، يعني انا عملت كله في خطوه واحده، البيض على البصل على كله، عشان ايه مفيش وقت، يعني مفيش وقت بقى ان انا احط في البصل او ميه البصل يتبل وارجع تاني اعمل له الخلطه، البيض واللبن والكلام ده، لا، ما انا ما كانش عندي وقت والله. يعني هو قال لي قدامي ساعه وجاي، انا الحمد لله نجزت يعني وخلصت قبل ما هو يجي كمان بشويه يعني. هعمله بقى كده، هتبله، هخلي بقى كل التتبيله تيجي على كل القطع بتاع البانيه. اهو بقى زي ما انتم شايفين معايا كده، وهنعمل رز بطريقة جميلة جدا 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 وسهل جدا، وطعمه بيبقى تحفة جدا. ينفع في العزومات، ينفع في الافراح، ينفع لو انتي مستعجلة زي كده. انا بقى كان عندي حبة رز بسمتي كده في التلاجة، طلعتهم كانوا حوالي نص كيلو. طلعتهم وغسلتهم كويس وصفيتهم. انا ما بحبش انقع رز خالص، يعني سبحان الله، انا ربنا خلقني كده ما بحبش انقع اي نوع رز، غير لو هعمله مثلا رز بلبن. جبت بقى هنا معلقتين زيت، معلقتين سمنة بلدي. حطيتهم بقى هنا في الحلة بتاعتي على ما يسيحوا، على ما يفكوا يعني. وهحط بقى هنا بصلاية مبشورة، طماطماية مبشورة، قرن فلفل مبشور، تقدري تضربي الكلام ده كله في الكبة وتنزلي بيه. لو عندك جزر حطي، ابشري جزرية وحطيها، بتبقى تحفة. الرز ده بالجزر والله العظيم بيبقى تحفة، بس انا ما كانش متوفر عندي وانا كنت مستعجلة. فهننزل بقى هنشوحها كده، هنحط فيها التوابل برضو تتشوح ويطلع وريحتها تطلع. مش هنحط توابل كتير خالص، هما نوعين 2 توابل فقط لا غير. اهو بصوا، هنحطه بقى يتشوح كده. هحط بقى بودرة زعفران، معلقة صغيرة او نص معلقة صغيرة بودرة زعفران، وبهارات الكبسة. انا كان عندي خلطة الرز البسمتي من ويلز، حطيت منها معلقة، ده كان اخر حبة عندي في الكيس يعني حطيتهم. بس وحطيت بقى، كان البصل اصلا عشان انا كنت بشرها من قبلها بشويه، فكنت حاطه عليها فلفل اسمر وملح عشان ما تطلعش ريحه. فبس ما حطيتش والله العظيم اي حاجه تاني، ونص مكعب مرق عشان يعني الحلفان. ده تقدري برضو تستغني عنه، لو عندك شوربه تقدري تزودي شوربه. لو ما عندكيش هتزودي ميه زي كده. بصوا اهو الرز اهو، انا كنت غسلاه ومصفياه. الرز ده بيمسك في بعضه كده، مش زي الرز المصري بتاعنا. اهو بصوا، نزل بقى اخر حبه في الطبق، هقلبه بقى كويس قوي. مش هحط المية تغلي وبعدين، ممكن تحطي المية تغلي وبعدين تسقطي، تنزلي بالرز يعني. انا لا، هحطه كده عشان يشرب ايه من الخلطة بتاعته بالتتبيله. لو عندك قطع فراخ وحابة تحطي، ممكن عادي تحطي مع التتبيلة، تتشوح مع التتبيلة، او ممكن تحطيها الاول بعدين تنزلي بالتتبيلة اللي احنا عاملينها عليها.
لو عايزة تعمليه بالخضار يعني بالبسلة والجزر وكده برضو هتحطيهم، بس بقى دلوقتي هتزودي مية، لو حطيتيهم هتزودي مية وهتسيبيهم اللي هم ايه يستووا، يعني يستووا شوية، يدخلوا في السوا شوية، لان طبعا البسلة مش هتاخد سوا الرز. هنزود بقى هنا المية بتاعتنا، والله مية من الحنفية عادي، ولا مسخنة مية ولا اي حاجة. اللي هناك دي كانت حلة الرز الصيادية بتاع السمك. عشان والله العظيم زي ما بقولكوا كده، يعني كنت مزنوقة زنقة ما يعلم بيها غير ربنا. يعني انا كنت بقى قربت اخلص في اكلة السمك، ولقيته بيتصل بيا بيقول لي ان هو جاي، فجريت بقى اعمل له الاكل قبل ما يجي طبعا، يعني بقى له كذا يوم في الشغل وكده، هنحط له بقى الملح بتاعه. بس ما كده تمام. هنغطيه بقى وهنيجي هنا للبانيه. على ما الرز يستوي هيكون البانيه اتحمر، وهنكون ظبطنا الاكل بتاعنا وخلصنا. وخلاص يعني ما حصلش اي مشكلة، حصل خير. اهو بصوا بقى، هغطيه بقى كده بالبقسماط والفيجيتار. ده بقسماط وفيجيتار حار وبارد، انا بجيبهم كده من عند العطار وبخلطهم على بعض. يعني لو ما عندكيش ممكن تجيبي اكياس كده يعني. عفوا. هدخل بقى كده التتبيلة كويس في البانيه. وبعدين بقى ايوه هنفضه كده واشيله على صينية واسعة. لو انت عندك وقت تدخلي بيه التلاجة شوية بعد ما تخلصي الكمية كلها، عشان يعني البقسماط ما تطلعش قوي في الزيت. لو ما عندكيش وقت زي كده هتنزلي عادي بقى، يعني هنعمل ايه؟ مش هينفع نعمل حاجة. اهو بصوا، هنطبطب بقى عليه كده بس بالراحة، يعني انا مش كنت بتك قوي، لا انا كنت بالراحة كده يعني. اهو زي ما انتوا شايفين كده. هاخد بقى كده الكمية كلها واقعد بقى لحد ما اخلصها. لا انا هعمل معاكم واحدة كمان. وبعدين بقى اهو بصوا ده الرز بقى وبعد ما اتشرب. انا كنت حاولت اقرب لكم يعني عشان اوريكم من قلب الحدث يعني. اهو بصوا، بس خلاص كده هنسيبه بقى على عين على نار هادية عفوا، يتشمع وهنرجع له تاني. اهو هنا بقى الزيت سخن معايا. هنزل بقى بالبانيه. اهو زي ما انتوا شايفين كده، يبقى الزيت سخن، وبعدين لحد ما القشرة اللي تحت تجمد شوية تقدري تهدي النار لو القطعة اللي معاكي سميكة عشان تستوي. اهو كده خلصنا بقى. بصوا كده خلصنا الاكل بتاعنا النهارده، والله العظيم ما خدش مني وقت خالص وكان جميل جدا، وانا جوزي بيحب الاكله دي قوي. الرز اهوت مفرفر وجميل وريحته قلبة الدنيا وطعمه تحفه تحفه تحفه، يتاكل كده من غير اي حاجه جنبه. اهو بصوا البانيه، والبانيه جميل اهوت، وعملت له كمان سلطه. وجبت شيبسي بقى وكده يعني، وخلاص وعدى اليوم. حطولي بقى لايك وشير وسبسكرايب، وما تنسونيش بدعوة حلوة.